السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ انا توتي. ايه رأيكم في طبق المكرونة الشهي اللذيذ ده؟ هنعمل النهاردة طبق مكرونة بالجمبري، مختلف عن المكرونة اللي بالجمبري والصوص الابيض. هنعمله النهاردة بالخضروات لكنه شهي جدا. مش هياخد 10 دقايق معاكي، وجبة متكاملة، مشبع جدا وشكله جميل وقمر زي ما انتم شايفين كده. الطبق ي- يتحدث عن نفسه. يعني شايفين الطبق؟ ولا احسن مطعم شغل فنادق فاخر من الاخر. جربيه بطريقتي وان شاء الله هيعجبك. لو لسه متابعين الفيديو اعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل يصلكم مني كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. الوصفة لذيذة جدا وشهية جدا جدا. الشكل حلو زي ما انتم شايفين والطعم احلى كمان. زوروا قناتي هتلاقوا فيها وصفات كتير سهلة ولذيذة وحلوة، بعملها بطريقة سهلة وبقدمها بشكل مميز. ان شاء الله وصفاتي هتعجبكم. يلا بقى نبتدي بمقادير طبقنا النهاردة. انا هحتاج ربع كيلو من المكرونة، او هو اقل شوية حوالي 200 جرام. انا هسلقه في مية بتغلي عليها زيت وملح. طبعا المكرونة بتتسلق من 5 دقايق ل7 دقايق حسب اللي مكتوب على العبوة. انا عايزة المكرونة تبقى مش مستوية 100%، عايزاها 90%، لان هنكمل سواها في المرحلة اللي جاية. وعندي كمان ربع كيلو من الجمبري، هو انا كنت جايباه بقشره وقشرته. سخنت طاسة وحطيت الجمبري على النار. الجمبري يا جماعة ما تستويش كتير، هي دقيقة على كل جنب بيستوي وبيبقى زي الفل. لو زودتي مدة السوى هيشد معاكي. اول ما لونه يغير يعني هو بيبقى لونه رصاصي طبعا الجمبري الطازة. اول ما يغير لونه للاورنج يبقى كده هو استوى خلاص. انا ما حطيتش اي مادة دهنية في الطاسة، انا عايزاه يستوي كده مع نفسه. هو هينزل الصوص بتاعه ويستوي فيه. هتبله بتوابل بسيطة جدا، ملح وفلفل، بس انا بحب ازود الفلفل الاسود شوية مع الجمبري. بحب طعمه كده، ولو جربتيه بزيادة شوية الفلفل الاسود هتحس ان طعمه جميل. الجمبري انا ما بحطلهوش كمون خالص. هو الفلفل الاسود حتى لو هعمله شوربة او هعمله اي نوع بحطله فلفل اسود وملح بس. ما بضيفش اي توابل، لان الجمبري هو نفسه منكه نفسه، يعني هو ريحته مميزة وطعمه مميز. الجمبري استوى، انا شلته في نفس الطاسة اللي سويت فيها الجمبري. انا هضيف معلقتين كبار من الزيت، زيت زيتون، زيت ذرة، اللي انت بتحبيه. وجبت بصلاية متوسطة هقطعها مكعبات. انا قسمتها بالنص، هقطعها بالطول وارجع اقطعها بالعرض. عايزة المكعبات تبقى كبيرة شوية، ما تبقاش صغيرة ولا مبشورة. انا عايزاها تبان في المكرونة. كده البصل اللي عندي جاهز. هبتدي بقى اضيفه على الطاسة اللي انا حطيت فيها الزيت. انا مش هدبل البصل ولا هحمره، انا هقلبه تقلبتين كده يا دوب دقيقة تشمي بس ريحة البصل. عايزة البصل يبقى متماسك ومحتفظ بقوامه وشكله، عايزاه يبقى باين في الطبق لما اقدمه. البصل سبته على النار، انا هديت النار عليه. عندي الفلفل، عايزة اوريكي فكرة ازاي تشيلي قمع الفلفل بكل سهولة. بتضغطي عليه ضغطة جامدة شوية لجوه زي ما انت شايفة كده، وبعدين تخرجيها فبتلاقي قمع الفلفل خرج بكل سهولة. انت لو هتعملي محشي وعملتيه بالطريقة دي هيبقى سهل جدا معاكي. هقطع الفلفل بالطول وبعدين اقطعه بالعرض. انا عايزاه برضو مكعبات تكون متوسطة، ما تكونش صغيرة قوي وما تكونش كبيرة. كده الفلفل جاهز عندي. ممكن لو عايزة تضيفي للفلفل ده فلفل يكون حار او سبايسي ضيفي، بس انا ضفت الرومي، مش عايزة الاكلة بتاعتي تبقى حارة. يعني انت عايزاها حارة ضيفي مفيش مشكلة. هقلب بقى البصل مع الفلفل برضو، يعني اي نوع خضار انا هحطه هو يدوب دقيقة، مش هزود عن كده. سبت بقى الفلفل والبصل على النار وهبتدي اقطع الطماطم. انا جبت طماطم شيري، هقطع الطماطمايه على 4. لو مش متوفر عندك الطماطم الشيري هتعملي ايه؟ هتجيبي طماطمايه متوسطة الحجم بس تكون جامدة ما تكونش مستوية، وهتقطعيها مكعبات حجمها كبير شوية او جوانح هيبقى احسن كمان. خلاص خلصت تقطيع الطماطم. الطماطمايه اللي باقيه دي انا هزين بيها الطبق بتاعي. انا هعمل بيها الوردة اللي بنزين بيها اطباقنا. انا بقشرها زي ما بقشر البرتقان كده. باخد القشرة ديت بعد ما بخلص تقشير الطماطمايه كلها،
بلفها على بعضها فبتديني شكل الوردة. وده كده هيبقى التزيين البسيط اللي احنا هنجمل بيه طبق المكرونة بتاعنا. شايفين شكلها وردة وجميل ازاي؟ الطماطم جهزت خلاص للتقطيع، هبتدي اضيفها على الفلفل والبصل. الطماطم بقى هي نص دقيقة مش دقيقة كمان، يا دوب تتقلب كده تاخد بس من ريحة الفلفل والبصل. والصوص طبعا اللي نزل من الجمبري انا مش عايزاها تدبل، مش عايزاها تنزل ميتها، يا دوب بس تشم ريحة التوابل او الملح والفلفل اللي انا حطيته والصوص اللي نزل مع الجمبري، وتاخد بقى من ريحة البصل والفلفل. المكرونة عندي كانت استوت خلاص وانا صفيتها، هبتدي اضيفها على المكونات اللي عندي. قشر الجمبري، عايزه اقول لكم الجمبري ده انا قلت لكم في اول الفيديو ان انا جبته بالقشر بتاعه وقشرته. القشور بقى انتي مش هترميها، ممكن تعملي منها شوربه، وهسيب لكم رابط شوربه الجمبري في صندوق الوصف، اللي حابب يشوف الشوربه، او لو حد لسه ما بيعرفش يعمل شوربه جمبري هتلاقوا شوربه الجمبري بالطريقه الاسكندرانيه طعمها واو تحفه جدا. لو انتي لسه متابعه الفيديو اعملي لايك للفيديو، وما تنسيش تدعميني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل إشعار جديد بكل وصفة أنا بعملها إن شاء الله. هقلب بقى المكرونة مع الخضروات، وضفت هنا كمان الجمبري، وهزود بقى شوية ملح وشوية فلفل أظبط ملح الأكلة بتاعتي. الأكلة كده استوت خلاص وجاهزة. هقلب المكرونة تقلبتين بس مع المكونات اللي أنا حطيتها عشان تاخد من طعمهم، وبعد كده هطفي وكده تبقى الأكلة بتاعتنا جاهزة. الأكلة دي تتعمل في 10 دقايق. وصفة حلوة جدا طعمها لذيذ جدا، وغير بقى بالمكرونة التقليدية اللي باللحوم، طعمها بالجمبري حلو جدا جدا على فكرة. أنا طفيت النار، والإضافة الأخيرة اللي هضيفها للطبق بتاعنا أنا عندي حزمة صغيرة من البقدونس. أنا هستبعد الساق بتاع البقدونس وهاخد الورق بس. البقدونس هيديني ألوان جميلة لطبق المكرونة، وهيديني قيمة غذائية، وهيديني شكل جميل كمان. قطعته برضو قطع متوسطة مش صغيرة قوي. كده البقدونس جاهز، هضيفه بقى للمكرونة. المكرونة كنت انا قلبتها كويس قوي وطفيت عليها النار خالص. هبتدي اضيف بقى البقدونس عليها وهقلبه تقليبة كده. هو البقدونس انا عايزاه يدبل بس من سخونية المكرونة، مش عايزاه يسخن عشان لونه ما يغمقش. لو فضلتي مشغلة نار البوتاجاز البقدونس هيدبل وهيسود، لكن كده يفضل بلونه الاخضر. الطبق شهي كله الوان صحية وكله قيمة غذائية. طعمه حلو جدا، بيخلص بسرعة جدا. هنزينه بقى بالطماطمية اللي احنا عملناها وردة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين شكل الطبق باين جميل ازاي، يفتح النفس. الطبق جميل جدا وطعمه حلو قوي وانا بقى لما دقتها بعد ما خلصتها، حقيقي المكرونة دي تحفة جدا جدا جدا، طعمها واو تحفة، حلوة قوي، عجبتني جدا. شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين الالوان عاطيه بهجه للطبق وتفتح النفس ازاي؟ قشور الجمبري ممكن كمان بدل ما تعمليها شوربه ممكن تجففيها. هتغسليها طبعا وهتجففيها وتطحنيها تبقى بودر. بودر الجمبري بقى ده هتعملي بيه ايه؟ هتضيفيه على الخليط اللي بتحمري بيه الجمبري، او الخليط اللي هتحمري بيه كفتة الجمبري، او الخليط الدقيق اللي هتحمري بيه السمك. ويا سلام بقى لو ضفتي حبة من البودر بتاع الجمبري ده على رز الصيادية، شوفي بقى الطعم والريحة هيبقى عامل ازاي. في مطبخ توتي بنستغل كل حاجة وبنعمل احلى الاكلات باقل الامكانيات. شايفين الطبق شاهي وجميل ازاي؟ يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة اعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل ليصلكم مني كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. زوروا قناتي هتلاقوا فيها وصفات كتير حلوة وسهلة ولذيذة بعملها بمكونات اقتصادية بطريقة تحضير سهلة وتقديم جميل يفتح النفس.
هتلاقوا في القناة وصفات بسكوت ومعجنات وكيكات واكلات حادقة واكلات حلوة وعصاير ومخللات. هتلاقوا كل اللي انتوا بتحبوه. لو انت جديدة ولسه اول مرة، لو انت عروسة جديدة ولسه اول مرة تدخلي المطبخ وما طبختيش قبل كده وجربتي وصفة من وصفاتي، انا متأكدة انها هتظبط معاكي من اول مرة. ولو جربتي وصفة من وصفاتي وعجبتك ادعيلي دعوة حلوة. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، واعملوا لايك للفيديو وشيروه. ألقاكم في فيديو جديد عن قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.